الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. النهاردة حبايبي هعمل معاكم كفتة الحاتي. كفتة الحاتي دي أنا بروح عند الجزار، باخد معايا البرغل والبصل والثوم والتوابل اللي أنا بحطها، الملح والفلفل الأسمر، واروح له ببقى غاسله البرغل ومصفياه وحطاه في كيس، وحاطه الحاجات كلها في كيس، واروح اخليه يقطع لي اللحمه ويفرمها لي. دول 3 كيلو لحمه، حاطه عليهم كوبايه ونص برغل، حاطه عليهم 3 بصلات حلوين، وحاطه عليهم 10 فصوص توم. خليكم معايا. بصوا بقى انا بعملها ايه. انا ما بحطهاش في الفرن، انا هعملها في الحله. هوريكم هعملها ازاي، هصبعها وهوريكم هعملها ازاي. بعملها في الحله، بتبقى جوسي وطريه، ما بتنشفش، فبتبقى حلوه قوي. مش قادره اوصف لكم ريحتها الجميله عامله ازاي. الف هنا وشفا اللي هياكلوها. خليكم معايا. صلوا على رسول الله. الكفته اهي انا صبعتها في الحله اهي، وبغللها كوبايه ميه. تمام، دي طريقه عمايلها. وبحرق حته الفحم اهي. الميه هتغلي، هحطها عليها وهغطيها واسيبها لحد ما تستوي، وهوريها لكم بعد ما تستوي. انا قلت لكم طبعا الكفته عباره عن لحمه مفرومه مع برغل. انا دول الكميه دي 3 كيلو لحمه مفرومه. انا قطعتها وهو فرمها لي. كوبايه ونص برغل، 3 بصلات، 10 فصوص توم، نص كيلو سمين. مش دهن، سمين. في فرق بين الدهن وبين السمين. السمين ما يخليهاش تدهن، لكن الدهن يخليها تدهن. السمين يعني ايه، بيبقى عامل زي السمنه البلدي كده. تمام، خليكم معايا. والكفته دي معموله عشان هارون حبيب قلبي، اصغر حفيد عندي. احنا عاملين دي كده يعني لحد ما نعمل العقيقه بقى ان شاء الله. خليكم معايا. صلوا على رسول الله. انا الكفته اهي خلصت، وحرقت حته الفحم اهي. خلاص كده بقى ايه، هتتغرف. خليكم معايا. صلوا على رسول الله. وده كان الشكل النهائي لكفتة الحاتي. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبقى زي عيني عالكاريزما، عيني عالسبب.